يبدو بأن حكومة النيجر أعادت حساباتها ورجعت نفسها مع جارتها الجزائر التي تتقاسم معها حدودا تاريخية وقواسم مشتركة وتهديدات أمنية من جهات مختلفة لا تريد الخير والأمن لشعوب المنطقة. وفي خطوة لاقت استحسانا كبيرا في الجزائر خاصة عند صناع القرار، منحت الحكومة الانقلابية في النيجر وسام الاستحقاق الوطني للسفير الجزائري لدى نيامي مهدي بن خدة، نظير الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي قام بها السفير الجزائري على الرغم من محاولات عديدة لبعض الأطراف شيطنة صناع القرار في النيجر على القيادة الجزائرية، وهو ما شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية في شد وجذب دبلوماسي كبير بين الجزائر والنيجر. وقرر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في النيجر منح سفير الجزائر مهدي بن خدة وسام الاستحقاق نظير الجهود الدبلوماسية الحميدة التي قدمها خلال فترة عمله، حيث أشرف وزير الشؤون الخارجية لدولة النيجر باكاري يوسانغاري على مراسم إسداء وسام الاستحقاق برتبة قائد للسفير الجزائري مهدي بن خدة عقب نهاية مهمته في نيامي. وحسب مصادر رسمية فقد أعرب الوزير باكاري عن امتنان وتقدير السلطات العليا والشعب النيجيري على كل الخدمات التي قدمها الدبلوماسي الجزائري خلال فترة إقامته بالنيجر لمدة عامين. وتأتي هذه الخطوة من الحكومة الانقلابية في النيجر لتعيد الوضع الدبلوماسي بين الجارتين إلى طبيعته، بل صنف البعض بأن النيجر لا يمكنها تجاوز الجزائر في أزمتها الخطيرة، كما أنه ليس من صالح المجلس العسكري افتعال أزمة دبلوماسية من العدم مع صناع القرار في الجزائر في الوقت الراهن، خاصة وأن الجزائر تمر بمرحلة انتقالية جد إيجابية على جميع الأصعدة، وهو ما يشير إلى تحول الجزائر خلال السنوات القليلة القادمة إلى قوة إقليمية نافذة في المنطقة لا يمكن تجاوزها.